السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم اللي هو غاتا بالشيفلور او الكيليفلاور او الكيليفلور، يعني كل واحد واش من كل منطقه وكيفاش كيسميوه. الغاتا سهله بسيطه غير مكلفه وبنينه في نفس الوقت وكتوجد بسرعه. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والتفاصيل. هنايا كنجيب الشيفلور كما كتشوفوا كنقيه كنقطعو كنحاول نعملوه صغيور كما كتشوفوا بهذا الحجم هذا، ما نخليش الورده ديالو كبيره. غادي نعمل الملحه وغادي نعملو يطيب، ما غاديش نخليه يطيب بزاف، خصو يبقى واقف، يعني من يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق وغادي نطفيه النار. ما غاديش نخليه حتى يتهرى. كما كتعرفوا هو كيطيب بالزربه ما كيتعطاش الطياب. هنا كنوريكم كيفاش. دابا غادي نطفيلو كما كتشوفوا باقي صحيح، كنزيد معلقه الماء، ما خصوش يتفرتت، كيكون شويش باقي قاصح ماشي طايب مزيان. فغادي نطفيلو دابا وغادي ندوزو نكملو الوصفه. اكيد غادي نصفيه من الماء. هنايا غادي نعمل شويه ديال الزيت. بالنسبه للثومه تقدروا تعملوا على حسب شحال ما بغيتو نتوما. انا عندي الثومه كنكثر فيها، عزيز علينا الثومه، ونيت هذه ماشي الثومه الحمراء يعني ما كتكونش حاره بزاف. فكيبقى لكم اختيار نتوما شحال تعملوا، فص، جوج، 3، 4 على حسب نتوما شنو بغيتو. فغادي نعملوا مع الزيت شويه ديال المعدنوس والابزار وشويه ديال الملح، لحقاش انا اصلا طيبت الشيفلور في الماء مالح، فكنعمل غير شويه ديال الملح هنايا. وغادي نحركهم، غنخليها تتقلى شتيتو، لحقاش هي الثومه ملي كتقلى في الزيت كتكون كتعطي واحد المذاق مزيون بزاف. خليها تتقلى شتيتو في الزيت وغادي ندوز باش نوجد البيشاميل. بالنسبه للصلصه ديال البيشاميل هنايا عملت 2 معالق ديال الزبده، وغادي نعمل 2 معالق ديال الدقيق. وبالنسبه للحليب من 500 حتى 600 مليلتر على حسب هذا ديالها، على حسب الكثافه ديالها. هنا ملي عاد بالزبده غادي نعمل الدقيق وغادي نبدا نحرك بالخلاط اليدوي كما كتشوفوا. هنا مزربه الفيديو، يعني ماشي انا كنحرك هكذا بديك السرعه، لا مزربه الفيديو باش ما يجيكمش طويل. هنايا عملت 4 ديال الجبن المثلثات ولا الجبن المربع، اي جبن ديال الدهن كتعملوا الكميه اللي بغيتو. بغيتو تعملوا قل تعملوا 2 ولا 3 ولا 4 اللي بغيتو. انا كيعجبني نعمل في الصوص ديال البيشاميل الجبن، حيت كيعطي فيها هذا الجبن ديال الدهن، حيت كيعطيها واحد المذاق مزيون كريمي كتجي. ماشي دائما كنعمل فيها الجبن، ولكن اغلب الاحيان كنعمل الجبن. هنايا كنبقى نحرك حتى كتختار الخليط ديالي كما كتشوفوا. هنا كان عندي واجد البيشاميل، غادي نكب عليه هذاك الثومه اللي قليتها في الزيت كما كتشوفوا. غادي نخوي عليه وغادي نحركها مزيان وغادي ندوز باش نكمل الوصفه ديالي. اللي غادي ندخل الفران، انا اخترت 2 مولات مفردين. تقدروا تعملوا مول واحد كبير، ولا تقدروا تعملوا ديال المولات اللي كيكونوا صغيورين ديال كل فرد تعملوا له بوحدو. انا هنا عندي هادو متوسط الحجم ديالهم، ففرقت الكميه اللي كانت عندي ديال الشيفلور عليهم بجوج، وغادي نخوي عليهم الصوص ديال البيشاميل اللي عملت.
بعد ما خفت الكميه ديال خفيت عليهم البيشاميل اللي عندي، قسمت الكميه اللي كانت عندي، عملت شويه ديال الجبن الموتزاريلا كيبقى اختياري، بحال كيعطي واحد المنظر مزيون في الوجه. الجبن اكيد كاملين كنعرفوه حتى المذاق ديالو كيجي زوين، فاختياري الجبن يعني ماشي ضروري. وغادي ندخلهم الفران لمده 15 دقيقه على 450 درجه، على 450 فرنهايت، 220 تقريبا سلسيوس. كنقول لكم تقريبا حيت السلسيوس كتختلف على الفرنهايت. بالنسبه للسلسيوس هو العبار اللي كاين في المغرب، والفرنهايت هو اللي عندنا حنايا هنايا. ديما كنشرح هاد القضيه هادي. هنايا صافي من بعد ما طابو جلست 15 دقيقه، شعلت ليهم الفوق باش يتحمروا، ومن بعد ما تحمروا خرجتهم. كيكون هذا هو الكاطان ديالي ديال اليوم. صراحه كيجي بنين بزاف وبطريقه مختلفه على اللي كنوجدوا بها الشي فلور. كنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم، هكذا تقدموه بطريقه مختلفه من بيداتكم. هنا غادي ندوز اكيد باش نغرف معكم، ما غاديش نغرف التفاصيل، غير غادي نوريكم. هو ديما الصوص البيشاميل، من يكون عندنا كاطا ديال صوص البيشاميل خصنا نخليوها شويش، ماشي تبرد، غير شويش. ملي كنخرجوها من الفران كنخليوها واحد 12 دقائق، عاد نقدروا نقدموها هكذا باش الصوص ما كتبقاش خفيفه، كتبين كتكون حاميه كتخفف، كتشويش وكتجبر راسها وصافي. هذه هي الغدا ديالي ديال اليوم، صراحه جات بنينه بزاف. وهنايا غادي نغرف معكم، هنايا غير غادي نوريكم كيفاش جا. يعني غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي صراحه مزيون بزاف. كيجي مع داك شنو هو الهضره تلفت ليا، مع صوص ديال البيشاميل ومع هذاك الجبن. صراحه كيجي واحد الخلطه مزيونه بزاف وبنينه بزاف، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. تخليو لي التعليق ديالكم كيفاش كيجيكم الوصفات ديالي. ما كتخليوش تعليق، ما كتفاعلوش معايا في القناه، كنتمنى تفاعلوا معايا، تخليو لي التعليق ديالكم وتخليو لي اللايكات اكيد على الفيديوهات اللي كيعجبوكم باش نعرف نوعيه الفيديوهات اللي كتعجبكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى، ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا للمشاهده، والفيديو الجاي ان شاء الله كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه ديال اليوم. مع السلامه.